2023 خلاص يعني لو احنا كنا داخلين 2023 وناويين طبعا الحاجات العادية اللي هي عايزة ازود دخلي، عايزة اغير وظيفتي، عايزة احصل على بعض الاستقلالية في جانب معين من حياتي او لا، اللي هي الحاجات العادية اللي بنبقى كلنا عايزين نحققها عشان نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعتنا طبيعي. ومع انتهاء السنة مع الماكرو انفايرمنتال فاكتورز او الجيوبوليتيكال فاكتورز او اي حاجة حاصلة حوالينا ما جاتش معانا، او يمكن حصل حاجات بالعكس او لتحت، انضموا الي انا ميلودي عبده في ديسكشن كناس كبيره كده بتتحمل المسؤوليه وبتفهم بعضها. if you are not هذا نوع من البني ادمين ده مع السلامه. لكن لو احنا ناس كبيره عندنا تحمل المسؤوليه وعندنا قدره على استيعاب الاحداث عامه، التفكير المنطقي سبحان الله، اتفضل على الكنبه عايزه السنه الجايه اني احقق كذا وكذا وكذا، والسنه دي بجد انا عرفت احقق كذا وكذا وكذا وكذا، I am so happy so successful، ونعملها شارع على فيسبوك ولينكدين والحاجات دي. هذه السنه let me tell you، لانه اغلبنا اعتقد بيبقى حاسس انه ما عملش حاجه، ما نجحش في حاجه، خسر حاجات كتير، فشل في تقريبا كل حاجه كان عايز يعملها. لو انتوا بعد مرور السنه دي كلها تعرفوا تعملوا جنبها صح، اذن فانتم. خليني اقول حاجه، مش عشان انا بعرف اجري يبقى مطلوب مني ان انا في كل الظروف اكون بجري. حاجه من الحاجات الكتير اللي احنا بنغفل ان احنا نشوفها او نستوعبها، ممكن نبقى شايفينها بس مش يعني هي ما وصلتش لسه، المعطيات باللي المفروض اكون بعمله، خاصه لما اكون موظف، لانه نظرا للاداره عامه بتبرمجنا كموظفين على اننا لازم تبقى دايما بتعمل باقصى سرعه واقصى قوه، لانه مفيش فده بيخليني انا كبني ادم اتبرمج على ان هو ده الديفولت، او ان لازم اكون كده 24 ساعه على طول الوقت، مهما كانت الظروف، مهما كانت السنين، مهما كانت الاوضاع حواليا شكلها ايه. putting this aside، يعني لو حطينا دي على جنب كده شويه وركزنا بقى في الحقيقه اللي حوالينا، لو بصينا من حوالينا كده، انا بتكلم على مصر بالاخص ولكن عالميا برضو كله متفرتك، يعني الظروف الحاليه اللي احنا بنمر بيها it's like يعني كأنه حد جايب حبل وربطه ضيق قوي على رجلينا، فطبيعي ان احنا لما نتربط الربطه دي نتقلب صح. مع وجود هذه الربطه، لو انتوا ما زلتوا مجرد ثابتين على رجليكم بس، ده يعد انجاز شديد. وهذه هي رسالتي مني ليكم في 2023 في النجاح، في المجهود اللي اتعمل عشان تفضلوا واقفين مجرد الوقفه اللي على رجليكم دي. اللي عرف يعمل دي هنيئا ليه، اللي عرف يعمل دي ومعاه حاجه تانية كمان الف مبروك، انتوا عباقره. ويعني عارفين اللي هو الهيراركي اوف نيدز في كذا ستيب، يعني احنا لا يا جماعه لا احنا 2023 و24 كمان ويمكن اكتر من كده شويه، بس عادي ما تقلقوش، يعني كاني بتعلم حاجات جديده عشان تساعدني بعد كده بقى. يعني انا بتبني من اول وجديد، اتهديت اهو وبتبني من اول وجديد عشان اللي جاي بعد كده ابقى شاطره فيه. فهو المازلوز هيراركي اوف نيدز اهو، المفروض ساعات بنوصل يعني بنطلع فيه كده ونعمل السيلف اكتواليزيشن دي and then now 2023 was سنة ان المفروض ان احنا نكون بنحافظ فيها على الحاجات اللي تحت دي فقط السيفتي والسيكيورتي والاكل والشرب والحاجات دي كلها، بس يعني اللي يدوب حافظ على نفسه ان هو يفضل واقف على رجله، يعني عارف يصحى الصبح ينزل الشغل وينتج حاجة، عارف ان هو ده وضع مؤقت وانا هتصرف فيه بالطريقة الفلانية عشان قدام نوصل لحاجة تانية بقى بعد كده. ده انجاز كبير جدا، احييكم. يعني اتفردوا على الكنبه كده واتبسطوا خالص، كأنكم حققتوا اجمد حاجه في حياتكم، لانها فعلا جامده والله، مش عشان الفيديو، صدقوني دي انا عارفه ان هي كده ما حدش هيتفرج عليها، يعني هو احنا حضرتك وحضرتك بس قاعدين كده مع بعض نتكلم، بصوا على الفيوز، ما هو كان معكم من على الكنبه ميلودي عبده. مفروض في العادي يعني انا بتكلم عن الحاجات اللي بتخص الشغل عامه، سواء بقى كتابه السي في، تحضير انترفيو، التعامل مع المديرين والحاجات دي كلها، بقيه الشانل فيها حاجات من دي، ولكن انه نيو يير ريزولوشن بجد، وذس از نيو يير نيو مي، وكل اللي انا عايزه احققه اهو، واكتب في البلانر والجورنال بتاع ستوب ات
هذا وقت سرفايفل فقط، مش وقت اي كلام من الحاجات دي والله. يعني حقيقي بلاش بقى اللي هي الحاجات اللي بنقعد نكتبها دي، ماشي اوكي، حطوا جنبها ان في 2023 اي سستيند نفسي. صح. ميرسي انكم قعدتوا معايا في هذه الدقائق. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.